مجموعة خاصة من المجوهرات التي امتلكتها سيدة الغناء العربي أم كلثوم عرضتها دار كريستيز بدبي تمهيدا لبيعها في مزاد أواخر الشهر الحالي. مشاهدينا، هبة صنعة الله زميلتنا أتيحت لها فرصة ارتداء عقد كانت ارتدته سيدة الغناء العربي في إحدى الحفلات التي غنت فيها الأغنية الشهيرة سيرة الحب، وذلك طبعا خلال زيارة هبة لهذا المعرض. من هناك أعدت لنا هذا التقرير. من منا لا يعرف الهرم الرابع في مصر، سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق أم كلثوم. وعلى الرغم من رحيلها قبل أكثر من 3 عقود، إلا أن صوتها ما زال يطرب آذان الملايين، ولا تكاد تخلو من أغانيها محطة إذاعية أو تلفزيونية أو شارع أو مقهى. ويبدو أن مجوهراتها ستسر أعين كل من عشق هذا الصوت. يا حبيبي يا حبيبي، أجمل من ليل واتنين زينا عاشقين. 4 قطع تعرضها دار كريستيز في مزاد علني من مجموعة مجوهراتها الخاصة، أبرزها طقم من الزمرد والماس واللؤلؤ يشمل بروشا وسوارا وقرطين متدليين، وتبلغ قيمته التقديرية الأولية بين 40,000 و60,000 دولار أمريكي. كما تشمل المعروضات أيضا قلادة أخاذة متعددة الجدائل من اللآلئ الهندية والفيروز، تتميز بمقدمتها الطاووسية الشكل، وتبلغ القيمة التقديرية الأولية للقلادة بين 15,000 و20,000 دولار أمريكي. بالإضافة إلى بروش على شكل إكليل من اللؤلؤ الزراعي لا يوحي سعره المقدر ب3,000 إلى 5,000 دولار أمريكي بمدى قيمته التاريخية، فهو هدية إلى كوكب الشرق من شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي بمناسبة زفافه من الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق. ساعة معصمية نسائية مرصعة باللؤلؤ الزراعي والماس، تقدر قيمتها الأولية ب4,000 إلى 6,000 دولار أمريكي. يذكر أنه في السنة الماضية أقيم مزاد في دبي بيع خلاله عقد لكوكب الشرق أهداه إياها رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد. للمرة الثانية نعرض مجوهرات لأم كلثوم بعد أن تفاجأنا العام الماضي خلال مزاد كريستيز الثالث بالمنافسة الحادة التي شهدها عقدها الذي أهداها إياه الشيخ زايد بن سلطان، والذي بيع بقيمة 5,082,950 درهم، أي ما يعادل 10 أضعاف قيمته التقديرية الأولية. حصلنا على هذه القطع من الورثة، ولا نعلم ما إذا كان لديهم المزيد للعام المقبل. هذه المجموعة هي جزء من القطع القليلة التي احتفظت بها أم كلثوم من مقتنياتها، حيث إنها تبرعت بمعظم ثروتها خلال حياتها للقضايا الإنسانية. على الرغم من مرور أكثر من 30 عاما على رحيلها، إلا أن الشغف ما زال لدى الكثيرين في امتلاك مقتنياتها، والفرصة ستكون متاحة لهم في نهاية هذا الشهر على هذه المجموعة الخاصة من مجوهرات السيدة الغناء العربي. هبة صنع الله، العربية، دبي.